إن أول ليلة في القبر إنها من الليالي الشديدة. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الميت ليسمع قرع نعالهم وهم ينصرفون عنه، وهذا أول مصيبة عظيمة تمر بنا في القبور. يا إخوة، رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق إلا كما قال الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتخيل إذا بي أو بك في القبر في أول وضعة لنا في القبور وأنت تحت التراب، وضعوك على فراش التراب وأهلوا عليك التراب ووضعوا قبلها الأحجار واللبن، وصرت يهل عليك التراب، وإذا بك تفق في قبرك أول ما تسمعه قرع نعال أهلك وأقربائك وهم يتركونك وحدك. إلى من؟ سيتركونك مع من؟ أنت تراهم تركوك، أصحابك بكوا على قبرك، والناس تناقلوا وفاتك، وسالت الدموع، وحزن الأحباب، وفجع الأولاد، وارتعبت الزوجة، وبكى الآباء، وحزنت الأمهات، وضاقت الأرض على الأصحاب، والكل في هذا الوقت يودعونك ويرجعون. أين مالك؟ أين سيارتك الفارهة؟ أين الفرش الناعمة في البيت؟ أين الأسرة المتنوعة؟ أين الألبسة الغالية؟ أين الأكوات الفخمة؟ أين الشيلان القوية؟ أين الثياب الرائعة؟ أصبحت في كفن أبيض تحت التراب. ربما كنت في الدنيا لو اتسخ شيء من ثيابك لم ترضى أن تبقى قلائل حتى يتم التغيير. أصبحت الآن تحت التراب، وانصرفوا عنك وتركوك وأنت وحيد في قبرك. في الليلة الأولى مع الزوجة، وفي الليلة الأولى تنظر إلى الأولاد، وفي الليلة الأولى تخاطب أصحابك، وفي الليلة الأولى تتكلم مع الأقرباء. أما الليلة الثانية فأنت تحت الأرض، ليس بجانبك أحد من الخلق الذين آنسوك في دنياك طيلة عمرك من الأقرباء والأصحاب. لو وضع أحدنا يا إخوة في غرفة مظلمة، ووضع في مكان مظلم وهو في الدنيا، وبقي المكان مظلما لا يرى كفة يده، كيف سيكون شعوره؟ فكيف وهي غرفة متباعدة الأطراف؟ قل لي كيف سيكون حالي وحالك في القبر؟ وهي أمتار توضع وحالات ترتعب منها القلوب. لو أن أحدنا الآن يا إخوة وصل إلى القبر ووضع نفسه على القبر وجعل نفسه في القبر، كيف سيكون حاله؟ ما يستطيع، ما يقدر وهو حي. لو جاء إلى قبر من القبور ووضع نفسه فيه وهيأ نفسه وهو يرى الشمس والأرض، كيف سيكون الحال في القبر؟ كيف ستكون أول ليلة وأنت ترى في الليلة الأولى أنت على ما أنت عليه، وأنت الآن تحت التراب؟ أنت الآن تحت التراب وحيد فريد، ليس لك قريب ولا أنيس، ليست لك صاحبة ولا ولد. أنت الآن تجازى على الأعمال، تسأل عن ربك ودينك ونبيك، أسئلة لربما في الصفوف الأولى من المدارس في الدنيا تسأل عنها. ويأتيك في القبر من يسألك من ملائكة الله، من سيجيب عنك إن لم يكن لديك الأعمال الصالحة؟ من سينجيك إذا لم يكن لديك العمل الصالح الذي ينجيك في القبر، الذي يجعلك تجيب عن السؤال الذي أخبر به نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أصبحت في القبر ليس لك أحد ممن تعرفهم، وليس لك أحد ممن أنست بهم، تركوك وحدك وذهبوا عنك. تعيش في حالة في قبرك تنظر إلى نفسك وهي أكفان بيضاء، وتنظر إلى جسدك وقد عريت من ملابسك،
وأصبحت في القبر على حالة لا يعلم بها إلا الله الواحد القهار. توضع في قبرك وتوضع تحت التراب، وتمر عليك الليلة من أشد الليالي. قال الحسن البصري رحمه الله: ليلتان لم يسمع الناس بمثلهما في الدنيا، ليلتان لم يسمع الناس بمثلهما في الدنيا. قال: أول ليلة في القبر، وأول ليلة صبيحتها إلى أرض المحشر. من أشد الليالي ومن أقوى الليالي ومن أتعب الليالي أن تكون في أول ليلة في القبر. هل يستطيع أحد منكم أيها الإخوة أن يدخل إلى المقابر في ظلمة الليل وليس بجانبه أحد يؤانسه أو ضوء في يده يستنير به؟ سيجد الخوف في قلبه والرعب في قلبه، وإن أظهر في نفسه المكابرة. هذا وأنت على ظاهر الأرض، فكيف بباطن الأرض؟ هذا وأنت إن وجدت الخوف ستخرج من المقبرة في الليل إلى البيت. أما إذا كنت تحت التراب أين ستخرج؟ من سيفك عنك؟ لا تقدر القيام ولا تقدر أن تصيح لأحد من أسرتك. لو تمتلك المليارات ما استطاع أحد أن يؤانسك بنفسه في قبرك. أعد العدة، يكفي يا أيها الغافل، يكفي. ستموت، ستلقى الله. والله لن ينفعك أحد من الناس إن كنت في هذه الحياة في غفلة عن الله. لن ينفعك المال وإن جمعته من الحرام، لن ينفعك الربا ولا الرشوة، لن ينفعك أحد. احذر أن تظلم، احذر أن تتعدى على أحد، احذر أن تقهر مخلوقا، احذر أن يدعو عليك أحد، احذر أن تجعل بينك وبين الله ذنوب ترفع. ستموت، ستلقى الله، ستخرج من الدنيا إلى الله، ستعيش أياما وستذهب في ظلمة القبر. ليلة كما قال الحسن من أقوى الليالي وأتعبها على النفوس. أول ليلة في قبرك ستنقطع وستجرد عن جميع الدنيا، ستتجرد من الزوجة ومن الأولاد ومن الأموال ومن العمارات ومن العقارات ومن الوظائف، وإن كنت في أعلى رتب الدنيا ستجرد منها وتدخل إلى الحفرة بالكفن الأبيض.